السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله الشنطة المنتظرة واللي مغلبة كل الناس، أي حد بيشتكي من شنطة فريم المعدن، الشنطة اللي مجننانا ومغلبانا وفي الغالب مش بتظبط مع حد، يعني لو ظبطت يبقى حاجة يعني معجزة. أنا بقى جاية النهاردة علشان أعرفكم إزاي تقدروا تعملوا شنطة الفريم المعدن بأي نوع مقاس، سواء كان مقاس 8 سواء كان مقاس 10 12 14 حتى لو 16 هتعرفي تعملي الشنطة دي. وهديكم ان شاء الله قواعد في كل واحدة او في كل فريم هنستخدمه، هقولك التريكات اللي ممكن تعمليها عشان تطلع الشنطة مظبوطة معاكي بالملي من اول مرة. بس قبل ما ندخل في الدرس على طول ياريت لايك. بصوا اللايك اهو عشان تدعموني، علشان الفيديو يرتفع في اليوتيوب ويعرف انه عليه تفاعل، لان الفيديو اول ما بينزل وما يكونش عليه اي تفاعل ولا لايك ولا تعليق اليوتيوب خلاص بيموت الفيديو حرفيا. مهما كان في معلومات مهمة ومهما كان مفيد، هو مش بيهمه هو مفيد او غير مفيد، هو بيهمه التفاعل. فرجاء الدعم واللايك والتعليق، ويا ريت لو مشاركة الفيديو للناس اللي عايزة تتعلم خصوصا شنطة فريم المعدن. طيب ندخل على طول. دلوقتي احنا عايزين نعمل فريم، شنطة الفريم. دلوقتي علشان نبدأ نعمل شنطة الفريم ايه هي الحاجات اللي احنا عايزينها؟ احنا هنعمل شنطة فريم بفتافيت السكر واللولي. انا جبت كام؟ جبت نص كيلو من فتافيت السكر اللي هو المدور اللي هو المستورد، تمام، وده مقاس 14. وجبت اللي هو مقاس اللولي اهو، لولي سي سي بي، لولي ابيض، هو مش ابيض، هو بيسموه الاوف وايت، اللولي الاوف وايت سي سي بي مقاس 10، تمام. هتجيبي منه ربع كيلو، خلاص يبقى ده نص كيلو وده ربع كيلو. ولو زودنا هبقى اقول لكم في النهايه، لان ساعات الشنطه يعني بنكون جايبين يعني كميه معينه بس بنزود بعد كده على حسب الاضافات اللي هنضيفها على الشنطه. واكيد طبعا البنس والمقص بتاعنا، وهنستخدم خيط مقاس خيط صناره مقاس 60 المره دي، اللي هو مقاس ده اللي هو 0.60 مليمتر. ليه بقى؟ لاني للاسف الفتحه بتاعت فتافيت السكر بصوا صغيره قد ايه، اصلا ما بتشوفوهاش وانتوا بتشتغلوا، يعني هي من كتر ما هي صغيره هي شايفينها مش بتتشاف وانتوا بتشتغل، يعني ممكن اصلا تتوهي في الفتحه. فعشان كده هنستخدم معاها مقاس 60. وفي نقطه في فتافيت السكر اللي هي العقدة بتاعتنا، لما بيخلص معايا الخيط وعايزة ادخل خيط تاني، المشكلة ان الفتافيت لما بتعملي فيها العقدة خلاص انسي ان انت تقدري تدخلي فيها خيط مرة تانية. فانا هعلمكم ازاي لو المشكلة دي جات لكم، مثلا خلص الخيط وانت بتشتغلي، طب انت عايزة تدخلي خيط جديد، طب هتدخليه ازاي؟ واصلا الخرز اللي هو فتافيت السكر خلاص ما دام اتعملت جوه عقدة مش هيدخل، يعني هتطلع روحك حرفيا عشان تقدري تدخلي الخيط، الا لو كان خيط مقاس 50. وطبعا مقاس 50 ضعيف جدا، يعني نخاف نشتغل بيه شنطه فريم وشنطه كمان فتافيت سكر ممكن تتقطع معانا. عشان كده هقول لكم الحل واحنا بنشتغل، خلاص. طيب ومحتاجين برضو اهم نقطه، الفريم المعدن اللي هو ده. طبعا انا اشتغلت جزء، هنرجع الشغل بتاعنا اهو كده، انا اشتغلت الجزء ده تمام. فهفهمكم اللي انا اشتغلته هنا هعمله هنا. انا ليه اشتغلت ده؟ عشان اتاكد ان الفريم ممتاز معايا وكويس، وان الشغل هيطلع ثابت معايا. يعني لازم اتاكد الاول، اجربه، بتجربيه في ناحيه، لو لقيت الشغل مشدود كده معاكي زي الفل ومش مكشكش معاكي، بصوا مفيش اي كشكشه خالص، مشدود ومفروض وزي الفل، يبقى تتاكدي ان اللي انت مشيتي بيه او عدد الفتحات اللي انت دخلتي فيها صح، تمام. فانت بتجربي كذا طريقه. في نقطه مهمه، ازاي تعرفي ان الفريم ده كويس؟ اول حاجه لازم تبقى التكه بتاعته متينه، بصوا ما بيتفتحش بسهوله، يعني بص اهو، بصوا هتسمعوا صوت دلوقتي، سامعين التكه دي؟ تمام، ما يتفتحش بسهوله، مش اول ما تعملي كده تلاقيه اتفتح، لا، يعني في صعوبه كده عقبال ما تفتحيه، تمام. دي اول نقطه. تاني نقطه، يكون الفريم تقيل، ما يكونش فريم خفيف كده. طيب ايه تاني؟ عدد الفتحات. ده مقاس فريم مقاس 20، كل ما كان عدد الفتحات اكتر كل ما كان الفريم هتطلع معاكي مظبوط. طب في ناس دايما مشاكل الفريم المعدن انه بيشتغلوا ودايما بيطلع في النهايه في فتحه زياده او في فتحه زايده، العدد مش مظبوط معاهم وهم بيشتغلوا. هقولك دلوقتي، بصي، لو عدد الفريمات ده، الفريم ده عدد الفريمات فيه كام؟ 56 فريم،
كل ما كان من 50 وانت طالعة لفوق، يعني قولي من 53 فما فوق، فكده الغرز او الاخرام اللي انت هتدخلي فيها هتطلع مظبوطة معاكي في الشغل. كل ما كان العدد اقل من 50 هنا بقى بتحصل اللخبطة. عادي بنشتغل بيه مفيش مشكلة وليه حلول، بس بتحصل ساعات لخبطة في عدد الاخرام، يعني تيجي في الاخر تلاقي ان في خرم زيادة او خرمين زيادة معاكي. تمام؟ طيب هقول لكم قاعدة، كل ما كان عدد الاخرام عدد زوجي، دي قاعدة مش هتلاقوها عند أي حد بيقولها لكم، تمام؟ دي من خبرة شغلي اكتشفتها. كل ما كان عدد الإخرام زوجي، يعني 56 54 52 58، كل ما كان العدد زوجي هتعملي إيه؟ هتدخلي الأول، يعني طبعا انتوا لسه الناس اللي لسه عمرها ما اشتغلت معدن الفريم ممكن ما تفهمش الشرح ده دلوقتي، بس انا هشرحه بشكل نظري وهنطبقه عملي. احنا طبعا لما بندخل الاول في فتحه في الفتحه الاولى والثالثه، تمام؟ بعد كده بنسيب فتحتين ما بين كل غرزه، تمام؟ طيب كل ما كان العدد زوجي هتعملي ايه؟ الاول هتدخلي في 3، يعني هتسيبي ايه فتحه واحده او خرم واحد، وبعد كده خرمين خرمين خرمين، وفي الاخر هتيجي تسيبي خرم ما بين الخرز. طب كل ما كان العدد فردي، يعني مثلا 53 57، في الحاله دي هتشتغلي كله تسيبي خرمين، يعني وانت بتشتغلي حتى من البدايه من اولها خالص تسيبي خرمين. كل ما كان الخرز كبير، يعني حجمه كبير، هتسيبي خرام اكتر، يعني هتسيبي خرمين، تمام؟ كل ما كان صغير، يعني مقاس 8، فالافضل ان انتي تسيبي خرم واحد بس، تمام؟ بس هتعملي توسيع عشان ما يطلعش معاكي مكشكش، ده ان شاء الله هنشرحه لما نبدأ نشتغل على خرز مقاس 8، مش وقته دلوقتي عشان ما تتلخبطوش. فكل ما كان صغير هنسيب فتحة واحدة او خرم واحد ما بين الخرز، وممكن نعمل في الأول هنا وفي النص وفي الآخر، في طريقة إن أنا أعمل في الأول وفي النص وفي الآخر، يعني بعد ما أعمل أول واحدة أو في الأول ممكن أعمل أسيب خرمين في الأول، وفي الآخر أسيب خرمين، وفي النص أسيب خرمين، دي طريقة. وفي طريقة تانية إن أنا بشتغلها بسيب الأول خرمين في البداية، بعد كده خرم بعدين خرمين، بعدين خرم خرمين خرم لحد ما أوصل للنهاية. ده في الأرقام الفردية، تمام؟ ده أنا من ملاحظتي، يعني دي ما حدش قال لي المعلومة دي، بس أنا من ملاحظتي للشغل لقيت كده. ده بالنسبة للخرز اللي هو مقاس 8، تمام؟ فالأفضل إنك تشتغلي كده، تسيبي خرم واحد بس، تسيبي توسيع إزاي؟ في الأول في النص في الآخر، اللي هو فتحتين. هتفهموا اكتر مع الشغل، وهناخد حاجات كتيره للفريم المعدن، يعني دي مش هتكون اول حاجه او اول شنطه فريم معدن، هنشتغل اشكال كتيره. ده الشكل اللي هو المربع بس جاي ايه بميل كده، يعني جاي بصوا مربع اهو، ده الشكل المربع بس جاي ايه بنزله كده في النص. في شكل مربع كده اللي هو المربع كده يعني مستقيم، الحته دي مستقيمه. في الشكل البيضاوي المدور، في اشكال كتيره للفريمات، كل دي هنشتغلها ان شاء الله. بس انا بقول لكم بشكل عام امشي معايا على الخطوات وبنفس مقاس الخرز وهيطلع معاكي مظبوط. زي ما قلت لكم لو كان العدد فردي، يعني مثلا انا زوجي هنا 56، لو كان 56 54 52 هتمشي بنفس الخطوات دي. طب لو كان فردي 53 مثلا او كان 57، هتتبقى غالبا في 57 هيتبقى معاكي خرم في النهاية. فالافضل ان انت تشتغليها من الاول تسيبي خرمين، يعني ما تبدأيش بخرم وبعدين الباقي كله خرمين وبعدين في الاخر خرم تسيبي خرم، لا، الافضل انك تشتغلي كله خرمين تسيبي خرمين، خصوصا لو كان مقاس الخرز واسع معاكي. وطبعا وانت بتشتغلي انت هتشوفي وتقدري، يعني مثلا يعني دي مش قاعدة ثابتة اللي انا قلته، بس دي مبدئيا هي دي القاعدة اللي انا بمشي عليها. كل ما كان خرزك كبير هتسيبي فتحات اكتر، يعني فتحتين، في ساعات بنسيب 3 في الخرز الكبير قوي اللي هو مقاس 16 ممكن نسيب 3. طيب فانت بتقدري شغلك، اهم حاجة قبل ما تبدأي تشتغلي تعدي عدد الاخرام بتاعتك، والافضل تكون اكتر من 50 او 53 هتعديها الاول، وبعد ما تعديها وتخلصي العد بتاعها ابدأي قسمي كده مع دماغك كده، قولي هنا مثلا هسيب لو في الاول سبت خرم وفي الاخر سبت خرم،
وبعد كده خليت ما بين الخرز 2 2 2. هل هيتفضل لي خرم في النهاية ولا لأ؟ لو لقيت انه ما تفضلش خلاص امشي على التوزيعة دي. لو جيتي قسمتيها ولقيتي انه هيتفضل معاكي خرم هنا في النهاية، يبقى الافضل تشتغليها من البداية خالص ب2، تسيب 2 2 2 2 2. تمام. بالنسبة ليا في الفريم ده احنا قلنا مقاسه كام؟ 56. تمام. معلش على المقدمة دي، بس لازم تفهموا النقطة دي مهمة جدا في فريم المعدن، لان اغلب المشاكل بتيجي منه. ولما بعد ما بتخلصي الشنطة وتيجي تقفليها تلاقيها ما بتقفلش معاكي او بتتفتح، لان ده بيكون تقيل، الخرز تقيل شوية، الفتافيت تقيلة. طيب قلنا ده فريم مقاس 20، عدد الخرام فيه كام؟ 56. وقبل ما تشتغلي عدي الخرام واعملي حسبة كده في دماغك وشوفي هل التوزيعة والتقسيمة اللي انا هعملها دلوقتي هتطلع معاك الشغل مظبوط وهيطلع في النهاية مفيش ولا خرم زايد ولا لا. التقسيمة اللي انا هشتغلها ايه؟ هشرحها لكم في البداية. ولازم تشتغلي جنب تتأكدي الاول خلاص اعتمدتيه ولقيتي شغلك مشدود وزي الفل ومفيهوش اي كشكشة او مش مشدود قوي لدرجة ان هو يخلي الفريم ما يتقفلش معاكي، خلاص تعتمدي الطريقة دي وتبداي تشتغليها في الجنب التاني. الطريقة اللي انا اشتغلت بيها ايه؟ اشتغلت في الاول خالص، دخلت في اول فتحة وتالت فتحة، يعني سبت كام؟ فتحة واحدة. بعد كده اشتغلت الباقي كله، سبت ما بين الغرزة فتحتين 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 لحد ما جيت في النهاية وسبت فتحة واحدة. يبقى بدأنا بفتحة وانتهينا بفتحة والباقي كله فتحتين. تمام. هتفهموا دلوقتي مع الشغل. يلا بينا علشان نبدأ نشتغل وأوريكم الطريقة الصحيحة وانت بتشتغلي الفريم المعدن. والفريم المعدن عمرك ما هتقدري تظبطيه إلا لو اشتغلتي. يعني أنا مثلا هشرح لك دلوقتي، ممكن انت برضو يعني تجيبي نفس الفريم ونفس العدد وتيجي تشتغل تلاقي ما اتظبطتش معاكي. تعتمد على ايدك، على شغلك، بتشدي خيطك كويس ولا لا، على مقاس الخرز. فاتأيدوا بالمقاس اللي انا جايباه، مقاس فتافيت 14، اللولي 10، عشان تطلع معاكم مظبوطة. يلا بينا نبدأ نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي نشتغل. هنجيب خيط السنارة بتاعنا زي ما قلنا مقاس 60، وهنفتح الفريم بتاعنا اهو. تمام. طبعا انا عندي الفريم ناحيتين، الناحية اللي هي دي، تمام، اللي هي الناحية اللي فوق، والناحية اللي هي من تحت. شايفينها؟ الناحية دي اللي فيها الخرام، اللي انا شايفة فيها الخرام اهي. انا هشتغل في انهي ناحية؟ هشتغل في الناحية اللي هي دي. تمام. طيب هنجيب بقى الخيط بتاعنا وهنقوم نوسطن الخيط، نخليه كده في النص بالظبط. هنجيب الخيط ده اليمين مع الشمال وهنوسطنهم. نبدأ بقى ندخل الخيط بتاعنا. شايفين الخرم الأولاني ده؟ هنبدأ نجيب الخيط اللي هي الناحية دي وهنحطها هنا اهي في الخرم الأول اهو. دخلناها في الخرم الأول اهي، شايفينها؟ تمام. تمام. نيجي بقى الخيط اللي هي الناحية التانية، هنجيب الناحية التانية. احنا قلنا هندخل هنقلب الفريم من تحت من هنا ونبدأ ندخل الخيط بتاعنا. هنسيب خرم وهندخل في الخرم رقم 3. انا 1 2 3، يبقى انا سبت في النص كام خرم؟ سبت خرم واحد. يبقى انا بدأت بايه؟ باني سبت خرم واحد. تمام. تمام. ابدأ اشد بقى الخيط بتاعي كده من الناحيتين اهو كده. خلاص شديته كده، وابدأ بقى اقلب الشغل بتاعي الفريم من هنا كده. بقى من هنا هبدأ اشتغل من هنا. اهم نقطة عندي ان احنا هنوسطن بس الخيط كده. بصوا اهو، هنوسطنه. هنجيب ده مع ده ونوسطن كده اهو، بس كده وسطناه. تمام. هنشتغل بقى عادي جدا كأننا بنشتغل الغرزة الرباعية. طبعا لازم تكونوا عارفين، شفتوا الدرس الاول لتعليم الغرزة الرباعية. الناس اللي ما تعرفش يعني ايه غرزة رباعية، هنشتغل هنا غرزة رباعية على 3. يعني ايه؟ يعني انا هعتبر ان الفريم اللي تحت ده اللي هي الغرزة دي يسموها الفريم المعدن الثلاثي، الغرزة الثلاثية للفريم المعدن. يعني انا هعتبر الفريم كأنها خرزة. تمام. الغرزة الرباعية انا بدخل كم خرزة؟ بدخل 4 في الاول، بدخل 4. يبقى انا اعتبرت الفريم خرزة، يبقى انا فاضل لي كم عشان ال4؟ 3 خرزات. يبقى انا هدخل هنا في الناحية اليمين دايما، الناحية اللي هي دي بدخل فيها الخرز، والناحية دي بمشيها. كنا بنمشيها في الخرز، بس هنا هنمشيها فين؟ في الفريم.
تمام. خليني احطها كده عشان ما تلبخناش، خليها كده ماشي. هنا اللي هي دي، ركزوا معايا، همشي معاكم الخطوات ببطء عشان لو ناس اول مره. هقوم اجيب ايه، واحده فتافيت اهي، واحده فتافيت، واحده لولي فتافيت. خلاص عشان انا همشي كده اهو، فتافيت لولي فتافيت. يبقى انا هحط اول واحده معايا اللي هي الفتافيت اهي. بصوا شفتوا الخرم بتاعها ضيق جدا، يعني الواحد بيقعد يدور عليه اهو. تمام. ادخل واحده فتافيت وبعديها واحده لولي وبعديها واحده فتافيت. تمام تمام. وادخل كده واعمل العقده بتاعتي في اخر خرزه كده، كاني انا معايا 4 خرزات لان الفريم بحسبه خرزه. تمام. كأنه الخرزة اللولي اللي ناقصة معايا، لأن أنا إيه، فتافيت لولي فتافيت لولي. تمام. وارجع مرة تانية الخيط أهو، وارجع أدخله فين، في الفتافيت، علشان أبدأ أعمل إيه، العقدة بتاعتي أهو. وشد الخيط اللي هو الناحية الشمال أدخله في الحلقة أهي اللي أنا عملتها، وابدأ أعمل العقدة بتاعتي. بس قبل ما أبدأ أعمل العقدة، عشان اقدر ارجع مرة تانية في الفريم، لان انا لازم ادخل الخيط ده اللي هو الخيط الناحية الشمال، لازم ارجع ادخله تاني في الفتحة اللي انا طلعت منها. شايفين الفتحة دي اللي هي رقم 3 اهي، شايفينها دي الاولى التانية التالتة اللي انا طلعت منها، فلازم ارجع الخيط ده اللي هو الناحية الشمال ادخله مرة تانية فيها. تمام. يبقى هدخله كده فيها اهو ماشي. اهم حاجه وانتوا بتشدوا ما انتبهوا ان العقده ما ترجعش تدخل في الفتحه، عشان لو دخلت جوه هنا في الفتحه هتغلبكم او ممكن يتقطع الخيط. تمام. خلاص دخلتها شدتها، ابدا ادخل العقده بتاعتي فين، في الفتافيت اهو كده، وشد الشغل بتاعي مظبوط اهو. دخلت العقده فين، في فتافيت السكر، ونزلت الخيط من نفس الفتحه اللي انا طلعت منها. تمام. واشد خيطي اثبت كويس، بس ما تشدوش جامد قوي لان ممكن يتقطع معاكم. تمام. يعني ممكن، يعني لو شديتي جامد قوي ممكن يتقطع معاك الخيط. يبقى احنا كده عملنا هنا اول غرزه، فتافيت لولي فتافيت، ونعتبر ان الفريم ده كانه اللي هي اللولي. تمام. طيب بعد كده انا طلعت من فين، من نفس الفتحه اللي انا ايه طلعت منها. هبدا اقلب الشغل بتاعي مره تانية كده. خلاص احنا قلنا انه ده اللي هو الخيط ده اللي تحت اللي انا بنزل منه في الفتحة، هو اللي بمشيه في الفريم من تحت. بعد كده وانا بشتغل هعمل ايه، انا الاول سبت فتحة. تمام. سبت فتحة، هنا بقى هسيب كام، فتحتين، يعني هسيب 1 2 وادخل في التالتة. خلاص. يبقى في اول مرة انا سبت فتحة واحدة ودخلت في التالتة. هنا بقى هسيب كام، شايفين هو طالع الخيط من فين اهو، شايفين طالع من هنا، فانا هسيب كام فتحة، 1 2 وهدخل في الرقم 3. شايفينها اهي، هسيب 1 2 وهدخل في رقم 3. شايفينها اهو. وهمشي على نفس النمط ده، 2 2 اسيب ما بين الغرزة الرباعية كام، اسيب فتحتين. يبقى اول مره سبت كام، فتحه واحده. تاني مره سبت كام، فتحتين، وافضل ماشيه كده فتحتين فتحتين لحد النهايه. وفي النهايه برضو هعمل زي ما عملت في البدايه، هسيب فتحه واحده. تمام تمام. ارجع كده اقلب الفريم بتاعي اهو. احنا قلنا ده اللي احنا هنمشيه في ايه، في الفريم. تمام. ارجع بقى هنا نفس اللي عملته هنا، انا ناقصني هنا هي واحده فتافيت، يبقى انا ناقصني واحده لولي. انا هنا خرزه، هعتبر ان الفريم خرزه، يبقى انا عندي خرزه وخرزه، كاني عندي خرزتين. يبقى انا فاضل لي كام خرزه، فاضل لي خرزتين عشان اجيب الغرزه الرباعيه. تمام تمام. يبقى انا هنا دي خرزه اهي فتافيت، ودي خرزه الفريم هعتبر ان هي اللولي، فانا فاضل لي ايه، واحده لولي وواحده فتافيت. يبقى فتافيت لولي فتافيت، والفريم هعتبره ان هي اللولي. يبقى هنحط واحده لولي تمام، واحده فتافيت، يبقى واحده لولي واحده فتافيت، عشان هما دول اللي ناقصين معانا، لولي وفتافيت اهي. تمام ماشي اهو. تمام. يبقى كده كملت معايا اهي، بصوا فتافيت لولي
فتافيت والفريم احنا قلنا هنعتبره ان هو اللولي. تمام تمام. وابدأ اعمل الحلقة بتاعتي عادي تاني زي ما عملت في الاولانية اهو كده. بس قبل زي ما قلت لكم قبل ما ادخل الحلقة جوه الفتافيت عشان اقدر ارجع بالخيط اللي هو ده اللي هو اللي تحت ده اللي هو الخيط الشمال اللي هو الخيط اللي هو ده ارجع فيه مرة تانية في نفس الفتحة. شايفين الفتحة اهي اللي انا طلعت منها بالخيط، هرجع برضو مرة تانية اللي هو الخيط اللي تحت هرجع فيها. ماشي اهو، ما تغلطوش وتروحوا للفتحة اللي جنبها، لا نفس الفتحة اللي انا طلعت منها بالخيط ارجع فيها مرة تانية اهو. بصوا برجع اهو مرة تانية. تمام. اهم نقطة وانتوا بترجعوا حاولوا ان الحلقة اللي هي الحلقة دي شايفينها ما تدخلش جوه الخرم ده عشان بعد كده مش تعرفوا ايه ممكن وانتوا بتشدوا تتقطع. لا تدخلوا الاول الحلقة جوه الفتافيت، دخلتوها اتاكدتوا ان هي دخلت جواها، ابداوا شدوا الخيط بتاعكم وثبتوا عليه وتاكدوا ان هي جوه ايه الفتافيت ومظبوطه وشدوا الشغل بتاعكم. تمام تمام. يبقى انا عملت كام غرزه؟ 1 2. بصوا مريحه معايا ازاي. يبقى انا سبت هنا كام فتحه؟ فتحه واحده اهو. بصوا هنا فتحه وهنا كام ما بين الغرزه الرباعيه كام؟ فتحتين. يبقى فتحه فتحتين وهكمل بنفس النمط فتحتين 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 لحد اخر حاجة هنا، وهنا هخليها فتحة واحدة. تمام تمام. نرجع نكرر تاني علشان تثبت المعلومة في دماغنا. نرجع نقلب الفريم بتاعنا اهو تاني خلاص، وقلنا هنسيب كام فتحة؟ هنسيب فتحتين. اجيب الخيط بتاعي اهو اللي هو فين؟ اللي هو ده اللي انا طلعت منه من الفتحة اهو اللي هو الخيط ده. هسيب هنا بقى كام؟ ركزوا معايا ركزوا معايا الخيط ده، ركزوا معايا. هسيب كام؟ ده الخيط اللي انا نزلت بيه. هسيب 1 2 وهدخل في التالتة. تمام. يبقى هجيبه كده اهو. هسيب كام قلنا؟ 1 2 وهدخل في التالتة اهو. شايفينها التالتة اهي؟ يا رب يكون واضح معانا. يبقى سيبنا 1 2 وادخل فين؟ في التالتة. فين؟ اهي. تمام. واطلع لفوق عشان ابدأ اعمل الغرزة اللي بعديها. تمام. واقلب الفريم بتاعي اهو. انا المرة دي هشرح لكم طريقة الفريم بالطريقة التقليدية اللي انا بشتغلها على طول للاخر للطول اللي انا عايزاه للشنطة. ان شاء الله المرة الجاية هشتغلها بالطريقة التانية اللي هي بطلع باللي هي ال3 غرز. انا طلعت هنا كام سطر؟ 3 سطور. بطلع اللي هي ال3 سطور اللي هي اللي يسموها ايه الجنب اللي فوق ده بتاع الفريم اللي هو ده بتاع الفريم اهو. بصوا الجنب اللي هو ده بيسموه الجنب اللي ده، وبعدين بعد كده بتنزل الشنطة من هنا. فانا طالعة كام؟ 3 سطور. فبيشتغلوا ده 3 سطور هنا و3 سطور هنا وبيسيبوا الفريم على جنب، بعدين بيشتغلوا الجزء اللي تحت لوحده وبعد كده بيشبكوهم في بعض. ده ان شاء الله هنشرحه في درس تاني. النهاردة هنشرح الطريقة العادية التقليدية اللي بيستخدموها بحيث ان انت يكون عندك كل الطرق، الطريقة اللي تحس ان هي مناسبة بالنسبة ليك هتشتغلي بيها. تمام. يبقى طلعنا هنا سيبنا كام فتحة اهو. بصوا نركز اهو. طلعنا بالخيط اهو. سيبنا كام فتحة؟ نركز اهو اهو. سيبنا 1 2 1 2. سيبنا كام؟ فتحتين اهو. شايفينهم اهو. سايبين كام فتحة اهو؟ في واحدة فتحة تحت الفتافيت اهي. 1 2 وطلعنا في التالتة. خلاص. ونكرر العملية مرة تانية. يبقى انا كده طلعت من هنا فتافيت. يبقى انا ناقصني ايه؟ واحدة لولي وواحدة فتافيت. لولي وفتافيت. يبقى واحدة اهي لولي وواحدة فتافيت. تمام. الترتيب بتاعنا فتافيت لولي فتافيت لولي. تمام. يبقى انا عندي هنا ايه؟ فتافيت. يبقى ناقصني لولي فتافيت والقاعدة او الفريم قلنا هو ايه؟ اللولي. نعتبره ان هي خرزة اللولي. تمام. وارجع مرة تانية عادي جدا اعمل الحلقة بتاعتي اهو.
واشد الشغل بتاعي اهو. بس زي ما قلت لكم قبل ما ادخل الحلقة جوه الفتافيت ارجع مرة تانية بالخيط ده في نفس الخرم او في نفس الفتحة اللي انا طلعت منها اهو. شايفين اهي نفس الفتحة اهي دي اللي انا الفتحة اللي انا طلعت منها بالخيط. ارجع مرة تانية بالخيط اللي هو اللي تحت. تمام كده خلاص. وبعد كده قبل ما اشده انزله لتحت اهو، قبل ما اشده انزله لتحت ادخل الايه الحلقة جوه الفتافيت اهو كده. اتأكد ان هي دخلت جوه الفتافيت وابدأ اشد الشغل بتاعي. تمام واتبت عليه كويس. تمام. افضل شغالة بنفس الطريقة دي 2 2 2 لحد ما اوصل للنهاية. تمام. يبقى انا هنا هلف الشغل بتاعي اهو هنا بصوا اهو طالعة من هنا. هسيب كام؟ 1 2 وهدخل في التالتة. هسيب 1 2 وهدخل اهو في التالتة. تمام اهو. والف الشغل بتاعي وارجع اشتغل عادي بقى بالطريقة بتاعتي. تمام. وابدأ بقى هنا برضو ادخل لولي فتافيت واعمل العقدة بتاعتي. وقبل ما اعملها ادخل في الفريم وبعدين اقلب الشغل واسيب فتحتين واطلع في التالتة واكمل لحد النهاية. هنا هكملها للنهاية ماشي. واجي عند الاخر واوريكم هعمل ازاي وهطلع السطر اللي بعده ازاي. دلوقتي بقى هنعمل ايه بقى اللي هما الاخرانيين دول؟ هنشتغل عادي. هنسيب هنا فتحتين في الغرزة دي وبعدين الفتحة الاخيرة هتكون غرزة واحدة. تمام. يبقى انا هاجي لما هدخل ده من هنا بصوا هسيب 1 شايفين 1 2 وهدخل هنا 1 2 وهدخل فين؟ في التالتة. تمام. يبقى انا كده سايبة ما بين الغرزة الرباعية سايبة كام؟ سايبة فتحتين. تمام كده خلاص. واجي اشتغل بقى عادي كده. هجيب واحدة لولي وفتافيت. يبقى واحدة لولي وارجع مرة تانية فيها اللي هي الفتافيت. بص كده ان شاء الله بعد الدرس ده هتحسوا ان الفريم المعدن او شنطة الفريم دي اسهل واعبط حاجة بجد. يعني هي مجرد كام تريكة كده تفهموها وخلاص. قلنا قبل ما نبدأ نعمل العقدة بتاعتنا هندخل في نفس الفتحة اللي طلعنا منها. ليه؟ علشان بس نعرف ندخل، لان احنا لو عقدنا وربطنا العقدة هيكون صعب ان احنا نرجع ندخل. في ناس بتعقدها وبعدين بتدخل بس بيبقى صعب. طب ليه نغلب نفسنا؟ خلينا كده يعني نشتغل واحنا مستريحين. تمام اهو كده. نبدأ نشد كده هنا الأول. نشد الأول كده ندخل العقدة دي الأول جوه الفتافيت عشان بس ايه ما تقومش تدخل لنا في الفتحة اللي تحت ويقوم يتقطع مننا كده اهو. شد الشغل بتاعنا جامد جدا نثبت عليه. نيجي بقى آخر حاجة بقى هنا اهو بالظبط. اتبقت معايا كام؟ 1 2. احنا قلنا هنسيب فتحة واحدة وهندخل في التالتة بالظبط كده. طلع معانا الشغل مظبوط جدا جدا جدا. تمام. قلنا لو رقم زوجي بتعملي الطريقة دي. لو عدد الإخرام رقم زوجي تعملي الطريقة دي. طب لو رقم فردي هتشوفي عدي الأول وظبطي بدماغك كده قبل ما تبدأي تشتغلي. ولقيتي إن الرقم الفردي الطريقة دي ظبطت معاكي ومتبقاش ولا خرم في الآخر تمام اعتمديها. لقيتي إن هو هيتبقى معاكي فتحة في النهاية لأ اشتغليها من البداية 2 2 يعني فتحتين فتحتين فتحتين. ما تسيبيش بقى هنا فتحة وبعدين فتحتين فتحتين وبعدين هنا فتحة. لا اشتغليها كلها فتحتين. تمام. بس أنا من تجربتي لقيت إن الأرقام الفردية لما بشتغلها من البداية فتحتين بالذات لو الخرز كبير بتظبط معايا. طيب نيجي بقى هنا خلاص احنا كده في آخر سطر. احنا قلنا دايما آخر سطر بنلف الشغل بتاعنا. أنا هقوم أعمل إيه؟ ألف شغلي وابدأ هنا بقى الخيط اللي هو كان شمال اللي هو ده
اللي كنت بمشيه في الفريم هو ده اللي هدخل فيه الخرز. طيب انا عندي هنا ايه؟ عندي لولي وفتافيت، يبقى فتافيت لولي، يبقى يتفضل معايا ايه؟ فتافيت لولي. تمام. يبقى اول واحده انا هدخلها ايه؟ هدخل فتافيت، واحده فتافيت اهي، فتحتها ضيقه قوي تغلب الواحد عقبال ما يلاقي الفتحه، ولولي كده. تمام. واقوم اربط عشان يتبقى هنا ايه بقى؟ اللولي اهو هنا اهو كده، تبقى ايه؟ مظبوطه معايا. وارجع ادخل في اللي هي الفتحه دي كده. احنا كده بننهي السطر خلاص. وارجع ادخل الخيط اللي هو ده الشمال في العقده بتاعتي واشتغل عادي جدا كده. احنا خلاص خلصنا اصعب خطوه، اللي جاي ده بقى سهل. ثواني بس عشان اعرف اربطها كويس كده، اكون شايفه. دخل العقده جوه اللولي واشد الشغل بتاعي كويس جدا، اثبت عليه بس بالراحه لان مقاس 60 ده ممكن يتقطع. تمام، ممكن يتقطع، فانتبهوا. مش زي ال70 متين، ال70 يقطع ايدك ولا يتقطع. طيب خلاص كده تمام. يبقى ده السطر ايه الاولاني. يبقى انا فاضل لي كام سطر؟ فاضل لي سطرين هنشتغلهم بقى عادي جدا. بصوا السطر عامل ازاي، مظبوط ازاي، مفيش اي كلكعه فيه، مفيش اي كشكشه، مفيش اي شده في الخيوط، مريح معايا، مظبوط جدا. تمام. طيب نيجي بقى نشتغل هنا بقى عادي. احنا كده لفينا شغلنا اهو كده، نشتغل كده ونبدأ نشتغل عادي جدا زي ما بنطلع السطر اللي بعده. الناس اللي مش فاهمة قوي ترجع للدرس الأول في تعليم الغرزة الرباعية. هنبدأ طبعا أول سطر أو أول غرزة في السطر دايما بنحط كام خرزة؟ 3، وبعد كده هنفضل نمشي 2 2. يبقى أنا 3، يبقى أنا عندي هنا لولي، يبقى ناقصني إيه؟ ناقصني واحدة فتافيت وواحدة لولي وواحدة فتافيت. تمام. طيب يبقى أنا ناقصني، أنا عندي هنا لولي يبقى فتافيت اهي، واحدة فتافيت وبعدين اللولي وبعدين فتافيت. يا فين اهي. تمام. ورجع كده وارجع مرة تانية فيها الخرزة دي كده عادي كده، شغل عادي كده، غرزة رباعية عادية، واجيب الخيط الناحية الشمال واعمل العقدة بتاعتي كده. تمام. وابدأ بقى احاول ان انا ادخل العقدة جوه الفتافيت اهي، دخلتها واشد شغل كويس واثبت عليه. تمام كده. بصوا شدوا بالراحة كده. تمام خلاص. طيب احنا قلنا دايما الخيط اللي تحت هو اللي بمشي بيه في السطر. الاول كنا بنمشي بيه في الفريم، احنا كده خلصنا جزئية الفريم، احنا دلوقتي في جزئية الخرز. يبقى انا بمشيه كده اهو، اللولي اهي شايفينها اهي اللي هي تحت الفتافيت، اللولي اللي تحت دي همشيه فيها كده. خلاص كده مشي في السطر. تمام. مشينا في السطر. الاول كنا بنمشيه في الفريم، دلوقتي خلاص احنا دخلنا في جزئية السطر. وابدأ اشتغل. انا عندي هنا ايه؟ فتافيت، يبقى ناقصني ايه؟ واحدة لولي واحدة فتافيت، يبقى واحدة لولي وواحدة فتافيت واحدة لولي. ماشية بالراحة معاكم واحدة واحدة، عشان لو في ناس عمرها ما عملت الشنطة دي او متعقدة منها اصلا من قبل ما تبدأها، من كتر اللي بتسمعه من اللي بيشتغلوها، ما ظبطتش معايا، فضلت فاتحة معايا، الشغل مكشكش، لا مشدود قوي، الفريم ما بيقفلش معايا. كل دي مشاكل في الفريم المعدني. ان شاء الله لو طبقت اللي انا بعمله ده مش هتحصل معاكي ولا اي مشكلة بإذن الله يعني. ولو حصلت معاكي اي مشكلة اكتبي لي على طول في التعليقات، او تواصلي معايا على جروب الفيس او على صفحة الفيس او في المنتدى بتاع اليوتيوب، وعندك لينكات الانستجرام والتيك توك، ممكن تتواصلي معايا من اي مكان فيهم. تمام. نرجع مرة تانية ندخل الروابط دي كلها هتلاقوها فين؟ في صندوق الوصف وان شاء الله في التعليق المثبت. دخلنا العقدة جوه الفتافيت، شديناها كده كويس، شدينا الشغل بتاعنا كويس. نكمل
بنفس ما بدأنا اهو. هنجيب الخيط اللي هو ده اللي هو اللي تحت وامشيه فين؟ في اللولي اللي هي دي. شايفين؟ اهم حاجة عندي ان انتوا تشوفوا كويس. خلاص. طيب اهو كده نمشيها كده ونرجع تاني كده ونرجع نشتغل تاني. نجيب ايه؟ لولي، واحدة لولي وواحدة فتافيت. مجرد تكرار، هتكرري الطريقة دي لحد ما تعملي 3 سطور. ده السطر التاني. هنمشي كده لحد هنا ونرجع نلف الشغل بتاعنا ونشتغل السطر اللي بعده بنفس الطريقة. نرجع ايه العقدة، شايفينها؟ عايزة تشوفوا العقدة اهي، شايفينها اهي. هسحبها جوه مين؟ جوه فتافيت السكر، وبعدين اشد الشغل بتاعي بالراحه. هتشدي بس مش جامد قوي لان انت بتشتغلي بخيط 60. كل شويه بكرر على المعلومه دي. تمام. اجيب بقى الخيط التاني ده. تمام. ولو بتشتغلي ب50 تبقي كمان حريصه اكتر. تمام. هبدا ادخل في اللولي. ماشي اهو. تمام. وابدا اشتغل اكمل شغلي. واحده لولي، واحده فتافيت. تمام. انا بكرر بس الخطوات عشان تثبت المعلومة في دماغكم. اهو هنا اهو. دخل العقدة جوه مين؟ جوه الفتافيت اهي. اشد الشغل بتاعك كويس جدا. تمام. وارجع امسك ده تاني وادخله فين؟ في اللولي اللي تحتيها اهي. ماشي. جميل جدا. واكرر الخطوات تاني وافضل ماشية لحد ما اوصل هنا. لحد ما اوصل فين؟ هنا. يعني افضل ماشيه كده لحد ما اوصل هنا. لما اجي بقى عند اخر واحده، اخر واحده بدخل طبعا الخيط فيها وبعدين ارجع الف الشغل بتاعي زي ما احنا متعودين واشتغل اخر غرزه كده وانا لفه الشغل بتاعي وابدا اطلع السطر اللي بعده. ابدا اطلع السطر اللي بعده اخر سطر اللي هو السطر رقم 3. تمام. هخلصها وارجع لكم مره تانية. بص انا قلت اصور لكم بقى هنا لما بدات تظهر معايا مشكله ان الخيط اهو بدا يقصر معايا. تمام. دلوقتي هشرحها لكم عملي. طيب بدا يقصر معايا، هعمل ايه بقى في الحاله ديت؟ قلنا هنشتغل كام سطر. هنشتغل السطر ده هنخلصه كده وهنطلع سطر فوق بدون ربط. تمام. بحيث ان انا اقدر بعد ما خلاص اخلص الشغل بتاعي اعرف اتوه الخيط، لان زي ما قلنا فتافيت صعب جدا ان احنا نتوه الخيط فيها. فهنشتغل بدون ربط اهو. بصوا، واحدة لولي اهو، واحدة فتافيت. هشتغل مش هربط بقى، لا هجيب الخيط اللي هو اللي تحت ده وادخله في الفتافيت اهي كده كده واسحب الشغل بتاعي كده. انا بشتغل بدون ربط. الشغل مش هيكون ثابت بس هيثبت طول ما احنا ماشيين في السطر. هبدأ اخد الخيط اللي هو اللي تحت ده مشيه في السطر عادي زي ما احنا بنشتغل اهو. شايفين اهو كده. تمام. بدأت تثبت شوية معايا. اجي هنا بقى بصوا تبدل الخيط القصير اللي كان تحت بقى فوق وده بقى تحت. ده بقى لما ايه يبدأ يقصر معاك الخيط اللي هو فوق، لان الخيط اللي فوق ده هو لازم يكون طويل فهنا قصير. فهعمل ايه؟ هعمل العملية اللي هي الشغل بدون ربط اهو. فهيبدأ يتبدل معايا الخيط. واحدة لولي وواحدة فتافيت واشتغل بدون ربط اهو. تمام. اجيب اهو الخيط اللي هو الناحية التانية الطويلة اهو وادخله. دي الطريقة اللي لو الخيط بدأ اللي هو من فوق يقصر معاكي اهو. بصوا تلاحظوا ان الخيط بدأ يرجع يبقى طويل. تمام. احنا كل ده بنشتغل بدون ربط. كده اشتغلنا كام؟ غرزتين. تمام. تمام. يبدأ يمسك الشغل معايا شوية لما بمشي في السطر. ارجع اشتغل تاني. واحدة لولي، واحدة فتافيت. انا كل ده بعمله واشتغل بدون ربط عشان اعرف بعد كده بعد ما اقطع الخيط او بعد ما اخلص انهي الشغل اتوه وبعدين اقطع الخيط بتاعي. اقطع الخيط بتاعي. تمام. واشتغل برضو بدون ربط اهو. كل ده كده انا تالت غرزة بدون ربط. تمام. تمام. جينا وصلنا عند اخر غرزة. قلنا بنلف الشغل بتاعنا. بنلف ايه الشغل بتاعنا.
بس طبعا هنمشي الخيط في اللولي اللي تحت دي اهي. تمام كده. بص، والف شغلي وابدا احط الشغل من هنا. هبدا اشتغل ايه هنا؟ واحده فتافيت وواحده لولي عشان انهي السطر. خلاص. هنا بقى ابدا اربط. هنا ابدا اربط، او ممكن ان انا اطلع سطر واربط من اللي بعدها عشان اعرف اتوه في سطرين، يعني اتوه هنا وهنا، فاللي يريحكم. بس انا هربط هنا خلاص عشان امسك الشغل بتاعي. احط الحلقه هنا لان هو مش هيكفي معايا الخيط اكتر من كده، وابدا ادخل كده اهو، واسحب شغلي كويس قوي. اشد بقى بس بايه؟ بحذر، وادخل العقده جوه مين؟ جوه اللولي. تمام. يبقى انا اشتغلت ده بدون ربط. تمام. بس الشغل قوي معايا اهو زي الفل. تمام. ابدا بقى هنا بقى اتوه. شوفي بقى لما نرجع بقى ندخل هنا في الفتافيت هيدخل. دخل الاول ما كانش بيدخل معايا خالص اهو. بصوا الخيط دخل اهو، دخل وطلع بمنتهى البساطه. ثواني بس عشان العقده طلعت من اللولي. انتبهي. خليني اربط هنا ربطتين علشان ايه؟ اللولي واسع والخيط 60 بيبقى رفيع قوي، فلما تشتاق في اللولي هنا اخر واحده هربط مرتين. ازاي؟ هدخل العقده كده عشان بس الشغل يبقى قوي معايا، واجي ادخل الخيط مرتين. يعني هنا مره اهو، دي اول مره، ومره تانية كده، يبقى ايه؟ ربطتين مش ربطه واحده. تمام. عشان بس ايه؟ الشغل يبقى ثابت معايا، لان اللولي فتحته واسعه عن الفتافيت، فعادي ممكن تعقدي مرتين مفيهاش مشكله. بصي كده ثبت معايا الشغل. الاول كانت ضعيفه قوي. تمام. اجي عشان اتوه هدخل هنا في الفتافيت. بصوا هتدخل الفتافيت فتحته ضيقه، يعني مش شايفه اصلا يعني. اهي بصي طلعت ازاي بمنتهى البساطه اهي. تمام. واشد الشغل بتاع الخيط تمام كويس. اجي التانية بقى اتوهها. احنا قلنا افقي عمودي اهو. يا رب يكون واضح يا جماعه، الشرح ده مش هتلاقوه في اي مكان. تمام. فياريت لو انت مستفيده من شرحي تدعميني. بعد كده قلنا هنا افقي عمودي افقي، ارجع اتوه كده. بعد كده الخيطين اتقابلوا هنا، الخيطين اتقابلوا هنا هربطهم مع بعض اهو. بس كده اجي كده اربطهم. شايفين؟ اربطهم عادي. خدتها عشان قصير فالدنيا بقت ايه؟ صعبة شوية. هربطهم كده. دي اول عقدة ودي تاني عقدة. انا اللي نافعني ان اللولي فتحته واسعة فبيسهل معايا الشغل. نجيب البنس بتاعنا بس عشان نشد كويس لان الخيط هنا قصر معايا كده. تمام. بعد كده العقدة دي هدخلها تاني في اللولي، مش هينفع ادخلها في الفتافيت، ضيق برضه هتبقى ضيقة عليها. هندخل فين؟ في اللولي اهي. اللولي تاخد معايا اهو. تمام. وابدأ اشد الشغل بتاعي اهو. دخلت اهي. تمام. شدوا بالراحة يا جماعة، ما تشدوش جامد اهو كده عشان تشوفوا بس. حلو قوي. دخلت العقدة جوه مين؟ الخرزة اللولي. اشد كمان متأكد. حلو قوي. تمام. طيب دلوقتي هشوف كده لو دي تدخل هنا تاني بحيث اني اتوه اكتر. ادخل دي هنا كده اهو. شفتوا طلعت. تخيلوا بقى لو كنا عاملين عقدة هنا ربط، مستحيل كانت ترجع تدخل. يعني دخلت مرتين في الفتافيت، دخلنا مرة كده ودخلنا مرة كده. تمام. وبرضو الناحية التانية اهي ارجع ادخلها تاني في الفتافيت. كل ده انا بثبت شغلي بس، يعني ده تثبيت شغل. بصوا طلعت ازاي بمنتهى البساطة. لو الاول بالعقدة مستحيل تدخل، مستحيل. خلاص. يبقى عشان كده قلت لكم اشتغلوا بدون ربط. بعد كده اجيب المقص واقص بقى. خلاص. تمام.
واجيب بقى خيط جديد، خيط جديد اهو، انا جبته طويل شويه عشان ايه يكفي بقى معايا يكمل السطر الثالث وايه ونكمل التقفيل. تمام. واجي ادخله هنا في اللولي طبعا عشان واسع بسم الله ما شاء الله. بصي اتدخلت كذا مره اهو، ادخله. انا هشتغل فين؟ في دي، صح ولا لا؟ في دي، يبقى هدخله هنا كده. كده انا بدات سطر جديد ودخلت، خلصت نهيت خيط وبدات خيط جديد. حبيت اشرحها لكم معانا ليه؟ عشان لو المشكله دي قابلتكم وانتوا بتشتغلوا في خرز الفتافيت، المشكله دي يعني ما لقيتش حد بيشرحها لفتافيت بالذات. تمام. فمهم جدا ان انتوا تتعلموها. يا ريت لو الفيديو مفيد بالنسبه لكم واستفدتوا يعني توصلوا لناس تانية وتشاركوا مع ناس تانية حابه تتعلموا. اكون شاكره لكم جدا. خلاص دخلناه، هنكمل السطر عادي. هندخل 3 خرزات، واحده فتافيت لولي فتافيت، وبعد كده هنمشي هنا في الخيط في السطر ونبدا غرزه خرزتين لولي فتافيت لولي فتافيت لحد ما نوصل لاخر السطر. هوصل لاخر السطر وارجع ليكم عشان اعرفكم هنعمل ايه. جينا هنا بقى وصلنا عند اخر خرزه. تمام، اللي هنشتغل فيها اخر غرزه. طبعا احنا عارفين ان احنا اخر خرزه في الشغل بنلف السطر، بنلف الشغل بتاعنا ونشتغل كده. لكن احنا دلوقتي عايزين نكمل ازاي؟ عايزين نكمل كده. تمام، ونربط الجنب ده بالجنب ده ونشتغل بشكل بقى نكمل الشغل كله بشكل ايه؟ دائري. طب ازاي نعمل الكلام ده؟ بس قبل ده في نقطة مهمة عايزة اشرحها. هتلاحظوا هنا ان هنا كم سطر؟ 1 2 3، والناحية التانية 1 2 3 4. لازم الناحية دي اللي انت هتبدأي تربطيها بالناحية التانية تكون اكبر من الناحية دي بسطر. ليه؟ عشان لما نيجي نربط، لو هنا 4 سطور، يعني لو كانت هنا 3 سطور وهنا 3 سطور، لما هتيجي تربطي الجزء ده بالجزء ده هيكون هنا 3 وهنا 3. تمام، فهتبداي تربطي فهتطلعي هنا سطر رابع، ودي مشكله على فكره ناس كتير بتقابلها ومش لاقيه لها حل. والمشكله ان في اغلب الشروحات بيشرحوها اللي على النت غلط، يعني بيشرحوا ان انت هنا تطلعي 3 سطور وهنا تطلعي 3 سطور وتشبكي ده بده ب3 غرز طايره وتشبكيهم، فلما تيجي هنا هتطلعي سطر رابع. تمام، فلما هتيجي تشبكي هنا الناحيه الثانيه، يعني هنا شبكنا الناحيه الاولى تمام، تيجي بقى تشبكي هتلاقي المشكله هنا بقى في الناحيه دي. لما تيجي تشبكي الناحيه دي هتلاقي نفسك هنا في السطر الرابع وهنا لسه انت في السطر الثالث، فمش هيمشي معاكي الشغل مظبوط، يعني السطر مش هيبقى مظبوط. فلازم قاعده وانت بتشتغلي، لو انت عايزه العمق بتاعك، يعني انا بحبها، يعني ده بعمق الشنطه، ده العمق بتاع الشنطه. لو انت عايزاه كبير، لو انت عايزاه 3 يبقى تعملي هنا سطرين وهنا 3. لو انت عايزاه 2 يعني العمق بتاعها سطرين بس، يبقى هتعملي هنا سطر وهنا سطرين، دايما هنا بتزودي سطر. لو انت عايزاها 4 زي ما انا عملت، يبقى هتعملي هنا 3 سطور وهنا 4 سطور في الجنب اللي هتبداي تشبكي فيه. تمام، فهمتوا الفكره؟ ودي اكبر غلطه بتحصل في شنط فريم المعدن، واغلب الشروحات اغلب الشروحات اللي انا شفتها على النت على اليوتيوب غلط في النقطه دي، في الجزئيه دي بالذات. تمام، فركزوا معايا بقى. فلازم هنا اطلع سطر، يبقى في سطر زايد عندي. تمام، احنا قلنا ان احنا لما هنوصل عند اخر خرزه اللي هنبدا بقى ننهي بيها سطرنا. تمام، مش هنلف شغلنا بقى، هنشتغل عادي جدا كأننا ماشيين كده بطريقة دائرية. تمام، يبقى هنا طلعنا 4 سطور وهنا 3. تمام، فهشتغل دي عادي جدا. هدخل الخيط بتاعي في الخرزة اللولي اهي كده، دخله عادي جدا واشتغل كأني ماشية كده عادي، مفيش اي مشاكل معايا. ناقص عندي هنا كام؟ عندي لولي وفتافيت، يبقى هحط واحدة لولي وواحدة فتافيت كده، وهرجع في الفتافيت اهو واعمل الحلقة بتاعتي. ماشي، وادخل الخيط الناحية التانية كده واشتغلها عادي جدا. تمام، ودخل العقدة جوه اللي هي الفتافيت كده. انا قفلت السطر هنا الرابع. طيب ازاي اشبك الناحية دي بالناحية دي؟ هشبكها، هزود هنا، انا بحب ازود، في ناس بيزودوا غرزتين طايرين وفي بيزودوا 3، انا بحب ازود 3. تمام، فهزود هنا 3 غرز طايره. ازاي؟
هتعامل مع الشغل كأني بعمل غرزة رباعية في السطر الأولاني اللي كنت بحط فيه. هنا بحط خرزتين وهنا بحط خرزة، تمام، وأقفل في الخرزتين، تمام. يبقى أنا ناقصني هنا فتافيت، يبقى ناقصني إيه؟ يبقى ناقصني لولي فتافيت، لولي فتافيت كده وأبدأ أعمل الحلقة بتاعتي. ماشي، اجيب الناحيه التانية. ممكن تدخلي اللولي دلوقتي قبل ما تدخليه في الحلقه، وممكن تدخلي الخيط في الحلقه الاول وبعدين تدخلي الخرزه اللولي زي ما تحبي، تمام. اهم نقطه عندي ان الخرزه اللولي تمرريها فين؟ في الحلقه. شايفين الحلقه دي؟ تمرريها تحتيها، ماشي. ونبدا نقفل الشغل بتاعنا جميل جدا. يبقى دي اول غرزه طايره. ليه بيسموها طايره؟ لان هي طايره في الهواء، مفيش حاجه تمسكها من تحت، تمام. دي اول واحده. نعمل تاني واحده اهي بنفس الطريقه، لولي فتافيت اهو، اللي هو في الخيط اللي هو في الناحيه اليمين اهو، ماشي. واجي اخد الخيط الناحيه التانية اهو وادخل احط فيه الخرزه اللولي كده، ماشي. دخلها تحت الحلقه واقفل الشغل بتاعي، ممتاز، واشد. طيب انا كده عملت كام؟ عملت واحد كده، انا عملت 1 2، تمام تمام. عشان انا عندي هنا الجنب كام؟ 1 2 3. انا الجنب بتاعي 1 2 3 4 من الناحيه اليمين ومن الناحيه الشمال 1 2 3 4. فزودت هنا كام؟ 2. انا ممكن تزيدوا 2 كده وخلاص تقفوا. حابين تزودوا غرزه طايره ثالثه زودوا. فانا هزود غرزه طايره ثالثه اهو، تمام تمام. طيب نيجي بقى ازاي نربط الجنب ده مع الجنب ده؟ يعني ازاي نربط بحيث ان هما يكونوا ماشيين نفس السطر؟ يعني اطلع هنا 3 سطور، اطلع بقى السطر الرابع ازاي؟ انا زودت قلنا 3. هقوم اعمل ايه؟ هقوم اجيب الخيط بتاعي اللي هو ده كده، امشوا معايا بالظبط هتطلع معاكم مظبوطه. هقوم اجيب الخيط اللي هو من تحت، الخيط اللي هو من ايه؟ من تحت، وادخله في الخرزه اللولي اللي هنا، شايفين اهو كده كده، عشان اربط الجنبين ببعض، تمام كده، تمام كده كده. هنا 3 اهو، ودي ربطنا دي مع دي كده، وابدا اشتغل هنا بقى كانها همشي بقى عادي بقى في السطر بتاعي. ازاي؟ هعتبر ان دي غرزتين 1 2 وابدا اضيف عليهم كام؟ 2، يعني كاني بمشي في السطر بتاعي عادي. يبقى واحده لولي وواحده فتافيت اهو، لان دي فتافيت فهتبقى واحده لولي واحده فتافيت، واقفل عادي كأن انا ماشيه في السطر، تمام. النقطه دي مهمه جدا في تقفيل شنطه الفتافيت عشان تطلع معاكي مظبوطه. اللي اغلب الشروحات بصراحه يا اما ما بتشرحهاش بشكل كويس يا اما بتشرحها بطريقه غلط، تمام. بس كده، فانتوا هتلاقوا معايا الشرح اللي هو المية مية. بصوا، دي الغرزه الثالثه. ليه بحب احط 3 غرز؟ عشان دي بقى بتدخل بقى جوه. بصوا الشغل 100 100. دي بتدخل كده جوه كده، والاثنين دول بيبقوا مقابلين لبعض، ودي داخله لجوه، تمام كده، تمام 100 100 ماشيين مظبوط. يبقى هنا سطر رابع وهنا ماشيين في السطر الرابع. لما هنيجي نخلص او نوصل لهنا هيبقى سطر رابع مقابل سطر رابع. يبقى انت شغلك كده مظبوط، مش هيحصل معاكي مشكله ان هنا اعلى من دي، لا، هيبقوا الاثنين في السطر نفس السطر، هنا رابع هنا رابع، فهتقفلي السطر الرابع بالرابع. لكن لو ما عملتيش الطريقه دي، لو خليتي اشتغلتي 3 هنا و3 هنا وجيتي تقفلي، هتلاحظي ان في سطر اعلى من الثاني، والمشكله دي هتلاحظيها في الجنب الثاني، يعني مش هتلاقيها في الجنب الاول. في الجنب الاول عادي هتمشي معاكي طبيعي، لما تيجي تقفلي بقى في الجنب التاني هتبدأي تلاحظي ان في سطر اعلى، فمش هتعرفي تشبكي وهيطلع الشغل معاكي معوج، تمام تمام. هكمل هنا عادي جدا بقى الشغل عادي بتاعي. اخد الخيط اللي هو اللي تحت ده كده، امشيه في اللولي اهو،
كده. فهيبقى معايا 1 2. هبدأ اشتغل بقى ايه، يبقى ناقصني فتافيت لولي، يبقى ايه ناقصني لولي فتافيت، واكمل السطر لحد ما هوصل لهنا الناحيه دي، وهرجع لكم تاني عشان اوريكم ازاي هنقفل المكان ده ونطلع السطر الجديد. جينا بقى هنا خلاص في الاخر خالص الجنب التاني احنا قفلنا زي ما قلنا الجنب ده 3 غرز طايره قفلناه، شغل نظيف جدا جدا. وجينا للناحيه التانيه، صدقوني لو اتبعتوا خطواتي مش هتحصل معاكم اي مشكله في شنطه الفريم، حقيقي ده اكتر شرح صح هتلاقوه في اي مكان. فدلوقتي هنقفل برضو هنا ب3 غرز طايره عشان نربطه بالجنب التاني. هنعمل ازاي؟ هنعمل برضو هنا لولي فتافيت، والناحيه التانيه نشدها ندخلها ونحط بعد كده اللي هي اللولي. تمام. نعمل واحده كمان 2، احنا قلنا 3، هنعمل واحده كمان اهو لولي. تمام. وندخل العقده جوه الفتافيت. ناقص بقى اخر غرزه، 3 غرزه بقى مش هنشتغلها زي هناك، يعني هنا لما هنا اشتغلناها كامله وبعدين ربطناها بالسطر اللي هنا، لا هنا بقى لا مختلف عشان احنا عايزين نطلع سطر جديد. فهنعمل ايه؟ هنا عندي فتافيت وفتافيت، يبقى ناقصني كام؟ 2 لولي. يبقى هنيجي في الخيط اللي تحت ده كده وهحط واحده لولي وهدخله من الفتافيت اللي هنا كده، اطلع كده ماشي، واجي هنا احط ناقص واحده لولي اهو. تمام. واربط في العقده في اللولي اهو، لان اللولي اوسع من الفتافيت فهربطه فين؟ في اللولي كده كده كده. يبقى انا كده كونت كام؟ 1 2 3. تمام. وطلعت سطر جديد. احنا الجنب بتاعنا كام؟ 3 من يمين و3 شمال. انا كنت الاول فاكراهم 4 لكن لا، الجنب بتاعي كام؟ 3 من هنا و3 من هنا و3 طايرين، يبقوا كام؟ الجنب بتاعي كام غرزه؟ 9 غرز او 9 خرزات. تمام. لازم نبقى فاكرين وعارفين. بصوا بقى هندخلها من هنا وهندخلها من هنا. بصوا شكلها تحفه ازاي، بصوا ومظبوطه ازاي، بصوا مظبوطه جدا. تمام كده احنا ظبطنا الدنيا والاتنين ماشيين في نفس الايه، فبقت الدنيا مظبوطه والاتنين نفس عدد الاسطر. هنا هتلاقوا هنا اهو 1 2 3 4، والناحيه التانيه برضو 1 2 3 4. شغل مظبوط مشدود زي الفل، مفيش حاجه مكشكشه معانا، مفيش اي مشكله. بعد كده بقى هنطلع عادي جدا، هنشتغل عادي. هنا وقفنا هنا خرزه لولي، هنعتبر ان دي اول السطر بتاعي، هنحط 3 خرزات. دايما اول السطر 3 خرزات يبقى لولي. هنحط فتافيت لولي فتافيت ونقفل. تمام. يبقى هنحط ايه؟ فتافيت لولي فتافيت. كده احنا طلعنا السطر رقم 5 اللي هنا بقى. ده بقى جنب الشنطه بقى، يبقى هنا العمق ده كله بنشتغل في العمق بتاع الشنطه 4. زي ما قلت لك لو عايزاها 3 عمقها 3 سطور يبقى هتشتغلي ناحيه 2 وناحيه 3. الناحيه 3 اللي هي هتقفلي من عندها، دايما الناحيه اللي هقفل من عندها لازم تكون زايده بسطر. لو هتشتغلي عايزاه العمق 2 يبقى هتشتغلي ناحيه 1 سطر وناحيه سطرين. انا عشان عايزاها 4 فاشتغلت ناحيه 3 وناحيه 4 اسطر، واقفل عادي جدا كده اهو. تمام. بس كده، وابدا امشي الخيط اللي تحت في الخرزه اللولي وادخل خرزه لولي فتافيت لحد وافضل ماشيه داير ما يدور. تمام. لحد ما اطلع عدد الاسطر اللي انا عايزاه. تمام. لما تيجي هنا انت هتلفي كده، هتلفي لحد ما توصلي للناحيه دي. لما تيجي هنا الناحيه دي بقى هتدخلي الخيط مش بقى في 2، لا هتدخلي في 3. هتدخلي في الافقيه اللي هي اللولي وفي العموديه اللي هي ايه الفتافيت، وتشتغلي ايه خرزه واحده علشان ايه تقفلي السطر وتطلعي السطر اللي بعده
عشان احنا بنشتغل بشكل ايه دائري. هطلع ان شاء الله عدد الاسطر اللي انا محتاجاها، وان شاء الله ان شاء الله في الدرس اللي جاي هنقفل القاعده بتاعه الشنطه وهنعمل ايد الشنطه. كده كفايه الدرس لحد كده النهارده. يا رب تكونوا استوعبتوه وفهمتوه وطبقوه. ابداوا طبقوا، نزلوا لي طبعا في جروب الفيس شغلكم، او تنزلوه في منتدى اليوتيوب، او عايزين تتواصلوا معايا شخصيا انستجرام تيك توك او فيس، مفيش اي مشكله. فتبداوا طبعا عندكم كل الرابط موجوده في صندوق الوصف وفي تعليق المثبت. هتبداي تشتغلي، هتطلعي عدد الاسطر اللي انت عايزاه، واستنوني في الدرس اللي جاي اللي هنبدا نقفل فيه القاعده وهنبدا نعمل فيه ايد الشنطه. والجزء اللي بعده ان شاء الله هنركب البطانه بطريقه احترافيه، اعلمكم ازاي تركبوا بطانه بشكل ممتاز وسليم وصحيح في شنطة الفريم المعدن، لأن ليها طريقة مختلفة عن البطانة في الشنط العادية، سواء البطانة اللي شرحتها لكم في شنطة اللول الميكس أو الشنطة الثانية السيلفر، فمختلفة تماما هنا البطانة في الفريم المعدن. إن شاء الله هتكون الجزء الثالث هنشرحها. يلا بقى كفاية علينا رغي لحد كده، ودمتم في أمان الله.